سبايدر مان المصري الجزء الثالث والأخير. سقوط المعلم الكبير. الدخان الأخضر كان لسه مالي المكان، والمجسات بتهز الهوا حوالين يوسف. المعلم الكبير نزل من البلاعة ضخم، جسمه كله بيصدر طاقة سامة، وصوته كأنه طالع من تحت الأرض: أنا آخر مرحلة وانت هتكون أول ضحية. يوسف ما ردش، لف خيوطه حوالين إيده واندفع بكل سرعته. ضربة في الصدر، لفة على الكتف، نط فوق المجسات وضربه في وشه. بس الوحش كان تقيل. مسك يوسف برجله وضربه في عمود نور، والشرارة طارت في الهواء. الناس كانت بتصرخ من الشبابيك، وشارع كامل اتقطع من المعركة. المعلم الكبير مد مجساته وبدأ يلفهم حوالين يوسف، يخنقه، يعصره. لكن يوسف افتكر: أنا مش لوحدي، دي مصر ورايا. صرخ بكل قوته وخرج من الخيوط. لف المجسات بخيوط سريعة، نط لفوق عمود كهرباء، شحن بدلته بالكهرباء، ونزل عليه بضربة عنكبوت مضروبة ببطارية 120 فولت. المعلم الكبير وقع على الأرض، اتفكك. يوسف وقف فوقه مغطيه بخيوط من رأسه لرجله وقال: العتبة ليها رجالة مش وحوش. فجأة الناس خرجت تكبر، يهتفوا باسمه، وحتى سامح الزحف اللي كان بيتفرج قال: الواد ده سبع. يوسف وقف على طرف سطح عمارة والبدلة بترفرف، بص للكاميرا وقال: